ولما وصلوا واستقروا في تبوك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه، ثم تذكر كعب بن مالك فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل؟ وين كعب بن مالك؟ قالوا يا رسول، فقال واحد من الجالسين قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني يريد أن يجلس لابس الثياب الحسنة، ليس مثلنا يطلع في حر وفي سفر وفي جهد، والنظر في عطفيه يعني متكبر يمشي وينظر في كتفيه، ما يريد أن يخرج معنا. فقال له بعض الصحابة، معاذ قال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، والله أكيد في عذر، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مضت الأيام ثقيلة على كعب بن مالك وهو في المدينة، يترقب متى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك نازلا 3 أشهر، غير فترة الطريق وغير فترة الرجوع. فلما سمع كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل راجعا إليهم إلى المدينة، يقول: حضرني ما قرب وما بعد، وأخذت أستشير كل ذي رأي من أهلي كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألني قال لي: أنت ليش غبت عن الجهاد؟ ليش غبت عن القتال؟ ماذا أقول له؟ كيف أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وجعل الناس الذين تخلفوا يأتون إليه، وأكثرهم ممن وصفهم كعب إما معذور أو ممن مغموصا في النفاق. وأقبل أقوام أصلا ما لهم عذر، ليسوا مرضى ولا عندهم إعاقة، وأقبلوا يكذبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول: يا رسول الله معليش، أنا كنت بأخرج معك لكني كنت مريضا وماتت زوجتي أو مات ولدي أو راحلتي صار لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، يقول: الله يغفر لك ويتجاوز عنك ويعفو عنك، والله أعلم بسريرتك أنت صادق ولا كاذب، أنا سامحتك لكن الله أعلم بحالك أنت صادق ولا كاذب. يقول: أقبلت أنا أمشي، قال: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي ثم تبسم تبسم المغضب. قال: فأقبلت إليه قلت: السلام عليك. قال: اجلس. قال: فجلست. قال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنت ما كنت شريت الناقة؟ ليش تخلفت؟ ليش ما طلعت معنا للقتال؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج من غضبه بعذر، لقد أوتيت جدلا. أنا يا رسول الله شاعر مفوه صاحب حجة، والله يا رسول الله لو إني جالس عند غيرك، أنت نبي أعلم أني لو كذبت، لو ألفت من عندي اخترعت أعذار، الله سيطلعك على الحقيقة. أنا لو جلست عند غيرك من الناس لا علمت أني أخرج من غضبه بعذر، أبدبر كلام وأسلوب أخليه ما يغضب عليه وأطلع من الموضوع، لكني أعلم أني إن كذبت عليك فسوف يطلعك الله على حالي. يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أحسن حالا ولا أوجد للمال ولا أوجد للمتاع مني في مثل هذا الحال. يا رسول الله، والله يا رسول الله ليس لي من عذر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدقكم. يعني كل اللي قبله ترى كذبوا اخترعوا أعذار، هذا الرجل صدقكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك. أنا بالنسبة لي ما أقدر أقول لك أني عفوت عنك أو سامحتك، لأن كان واجب الخروج على الجميع، أنت خالفت. قم حتى يقضي الله فيك. قال رضي الله تعالى عنه: فخرجت وجعلت أمشي، واجتمع علي بعض قومي يقولون لي: يا كعب، قد اعتذر الناس، أما استطعت أن تجمع عذرا
تعتذر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر لك فيغفر الله لك؟ يا أخي كل الناس ألفوا كلام ودبروا نفسهم، ما تقدر تعمل مثلهم. يقول فلم يزالوا يلومونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. هممت أني أرجع وأقول يا رسول الله ترى تذكرت عذر، ترى عندي عذر لكن أنا نسيت أذكرها لك، حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. لكني سألتهم قلت هل لقي هذا الحال أحد مثلي؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كلاهما قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. يقول فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا، شهدا معركة بدر، فقلت والله إن لي فيهما أسوة، والله ما أرجع وأكذب. أنا صدقت الآن، أرجع وأكذب عشان أطلع من غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مدحني وقال أما هذا فقد صدقكم، أرجع أكذب؟ لا والله. يقول كعب ثم مضيت إلى بيتي، فلما مضت أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، فأخذت أمشي في السوق فلا يكلمني أحد، أسلم على الناس فلا يردون علي، الكل هجره، حتى زوجته ما تكلمه في البيت، أولاده ما يكلمونه. يقول وجعلت أدخل المسجد فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول السلام عليك يا رسول الله، ثم أكبر وأصرف بصري أنظر إليه لأنظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يقول وتنكرت لي المدينة، فوالله ما هي بالمدينة التي أعرف، والله ما هي بالجدران التي أعرف، ما هم بالناس الذين أعرف. كعب يا جماعة كان هو رجل أصلا اجتماعي، الناس يعرفونه ويجالسونه ويضاحكونه ويمازحونه، وفجأة ممنوع أحد يتكلم معي، حتى زوجتي في البيت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا آتي وأنشده من أشعاري وأتحدث معه ما حتى رد السلام ما يسمعني إياه. يقول فمضت أيام، فلما أتممنا شهرا والناس لا يتكلمون معنا حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت، وإذا برسول يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق علي الباب. قال فلما فتحت له الباب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك. قلت أفارق امرأتي؟ قال نعم. قلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا أدري، لكن يقول فارقها. ثم خرج، ممنوع الكلام، ذهب. يقول فقلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله شيئا، ما في طلاق، لكن روحي اجلسي عند أهلك، خليني لوحدي في البيت حتى يقضي الله شيئا. يقول فأما صاحباي مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فجلسا في بيوتهما يبكيان، وأقبلت زوجة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إنه رجل كبير في السن، أفتأذن لي أن أبقى عنده في البيت لأخدمه؟ يعني يحتاج واحد معه في البيت، لا يمكن هذا يعيش لوحده، رجل يعني ما يستطيع أن يبقى وحده، أتأذن لي أن أبقى عنده؟ فقال نعم، لكن لا يقربنك. قالت والله يا رسول الله ما كان منه إلي شيء منذ هجره الناس، والله من يوم حصل اللي حصل والله ما يلتفت إلي، إنه ليبكي الليل والنهار. يقول كعب فكنت أشب القوم وكنت أخرج في المدينة أسير، وأما صاحباي ففي بيوتهما يبكيان. فبينما أنا أسير في طريق من طرق المدينة يوما، وإذا برجل قد أقبل من قبل الشام، وإذا هو يصيح من يدل على كعب بن مالك، من يدل على كعب بن مالك؟ قال فأشار له الناس إلي فأقبل إلي. هذا رجل أقبل من عند ملك غسان، والغساسنة هم عرب من النصارى كانوا يسكنون الشام،
ولا يزال إلى اليوم منهم بقايا يسكنون فيها. يقول وإذا رجل من ملك غسان يأتي لي قال أنت كعب بن مالك؟ قلت نعم. يعني هذا أول واحد يكلمه من أكثر من شهر. قال فدفع إلي صحيفة ففتحتها وإذا هي من ملك غسان، من ملك الغساسنة، مرسل إلى كعب بن مالك. وإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. صاحبك محمد صلى الله عليه وسلم جفاك، يعني غاضبك وخلاص صار ما يجالسك ولا يتكلم معك. بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. تعال عندنا نواسيك، نجعلك مجالسا لنا ونجعل لك بيتا عامرا ونجلس معك الشعراء والعظماء، الحق بنا نواسك. يقول رضي الله تعالى عنه. طبعا هذه يا جماعة بالمناسبة هي فرصة لكعب أن يلفت نظر المسلمين إليه. كان ممكن يقول كعب بن مالك: شفتوا يا مسلمين، شوف يا رسول الله، ترى جايني رسالة من ملك غسان يدعوني إليه، ترى إذا أنتم ما صالحتوني ما سامحتوني ترى أنا ممكن أذهب إليه. كعب بن مالك رضي الله عنه يعلم أن علاقته بالله جل وعلا وأن حبه لله ثم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عميق، لا يمكن أن يفسده أحد، وبالتالي أي إغراء يأتيه لا يمكن أن يتنازل. يعني بعض المسلمين اليوم مع الأسف ربما يحصل بينه وبين بعض المسلمين مشكلة، يعني واحد من المسلمين في الخارج يحصل بينه وبين المركز الإسلامي مشكلة، فيصبح خلاص يترك الصلاة وربما تعاون مع غير المسلمين عليهم. هذا لا يجوز. أنت علاقتك برب العالمين ليس علاقتك بهؤلاء. بعض المسلمين اليوم ربما يحصل له موقف في المسجد أو مع إمام المسجد ثم يقول خلاص والله ما أدخل المسجد. طيب أنت علاقتك برب المسجد، بمن بني المسجد لأجله جل وعلا، بمن يتعبد له في المسجد، ليس علاقتك بهذا الإمام. فكعب بن مالك رضي الله عنه قلبه موصول بالسماء بالله جل وعلا، وقلبه ممتلئ بحب الله ثم بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي إغراء هؤلاء ما يمشي معه. يقول كعب: فلما نظرت في الصحيفة وإذا ملك غسان يقول لي الحق بنا نواسك، قال فقلت في نفسي هذا أيضا من البلاء، والله أنا عايش في ابتلاء من أكثر من شهر وهذا ابتلاء آخر. قال فتيممت بها التنور فسجرتها. التنور هو الذي يطبخ فيه الخبز، يخبز فيه الخبز. يقول ذهبت بها إلى التنور، النار مشتعلة، وألقيت الصحيفة تحترق حتى ما تحدثني نفسي. كل يوم أبدأ أنظر وأشاور نفسي وأقرأها من جديد. خلاص الوسيلة التي ممكن للشيطان أن يضغط علي بها لأجل أن يخرجني من ديني أو يجعلني عدوا للمسلمين، أنا أحرق هذه الوسيلة، أنا أسد هذا الباب. هذا يا جماعة ترى تعامل رائع مع النفس عندما تخشى من تسلط الشيطان. يعني واحد مثلا كلما جلس أمام التلفاز، يعني عنده قنوات فرضا، مركب قمر صناعي يعني يأتي له بالقنوات التي فيها خلاعة وفجور وعري ونحو ذلك، فكل مرة يستغفر الله ويغير. طيب أنت اقطع، سد الباب. القمر هذا اللي فيه مثل هذه الأمور غيره، افصله، احذف هذه القنوات حتى لو احتجتها من جديد تبدأ تبحث عنها وتبحث عن تردداتها وتبدأ تسوي بحث. خلاص أغلق الباب الذي يدخل عليك منه الشيطان. واحد مثلا فرضا عنده هاتف أو فتاة عندها رقم يتصل بها بعض من يغازلها ولها بهم علاقة وأرادت أن تتوب، مباشرة غيري هذا الرقم، أحرقي شريحتها، اكسريها، انتهي، حتى ما تحدثك نفسك يوم من الأيام تركبينها فتبدأ تصل إليك رسائلهم وغير. أي باب يأتي إليك الشيطان من خلاله أغلقه. هنا كعب بن مالك رضي الله عنه، صحيفة من ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك الحق بنا نواسك، على طول أخذ الصحيفة وأحرقها. أنا أسد الباب اللي الشيطان ممكن يدخل عليه من خلاله. ثم استمر كعب في المدينة، الناس ما يتكلمون معه، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ثم يبدأ ينظر في شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل حرك شفتيه بسرد السلام ولا لا؟ ضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول كعب
فخرجت من بيتي يوما وذهبت إلى هناك إلى بيت أبي قتادة رضي الله عنه. طرقت عليه الباب فسمع صوتي فلم يفتح لي وهو ابن عمي. قال فجعلت أنظر إلى الجدار ثم تسورت الجدار عليه، على حائطة على بستانه، ونظرت وإذا أبو قتادة في بستانه ابن عمي. قلت له السلام عليك يا أبا قتادة. قال فنظر إلي فما رد علي السلام. ممنوع أن يتكلم أحد معنا. قلت يا أبا قتادة أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فما رد علي. قلت يا أبا قتادة أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فقال الله ورسوله أعلم. ما أدري، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نتكلم معك، الله ورسوله أعلم. قال فبكيت ثم نزلت وذهبت إلى بيتي، وكنت كما وصف الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني ضاقت عليه كل الأرض. يقول فلما أتممنا 50 ليلة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فأنزل الله تعالى عليه الآيات التي فيها الثناء على المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وأثنى الله جل وعلا عليهم، وذكر الله تعالى مغفرته لهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ثم قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات وأم سلمة تستمع، فابتهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحب أصحابه، وجعل يقول هذا توبة الله تعالى على كعب بن مالك وعلى صاحبيه. في نصف الليل قالت أم سلمة يا رسول الله أفلا أخرج فأخبر الناس؟ ما أطلع أبشر أعلم الناس؟ قال لا تخبريهم فلا تناموا ليلتكم. والله لو تخبريهم أن تنقلب المدينة اليوم يصحون كلهم في نصف الليل، خلي الناس نايمين. حتى إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه، وكان بعض الصحابة بعيد الدار عن المسجد، والمدينة كان فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها قباء، وكان فيها بيوت بعيدة عن هذا وهذا فيصلون في بيوتهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأصحابه ثم التفت إليهم فرحا مستبشرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشربا بحمرة، كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر. فكان الصحابة إذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ذلك في وجهه وعلموا أنه فرحان، كان يستنير وجهه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه قطعة من قمر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم التفت إلى أصحابه وهو فرح وقرأ عليهم الآيات. طيب الآن من يفوز ويبشر كعب بن مالك ويبشر صاحبيه؟ فانطلق الناس ليبشروهم. يقول كعب بن مالك فكان أسرعهم رجلان، رجل ركب فرسا وجاء يضرب الفرس يريد يصل إلى بيتي، ورجل آخر رقى على جبل والتفت إلى جهة بيتي وقال يا كعب بن مالك
أبشر أبشر. يقول وكنت قد صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا. شوفوا يا جماعة، الصحابة مهما حصل لهم من الابتلاء، مهما هجرهم الناس، بل هجرهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمه، إلا أن ارتباطه بالدين لا يزال قويا، ارتباطه بالإسلام. هذه قلوب ذاقت حلاوة الإيمان تثبت عليه مهما أصابها من البلاء. يقول كنت قد صليت الفجر، قام يصلي الفجر من غير ما أحد يقول له صليت ما صليت، لا زوجة ولا أولاد ولا جيران يكلمونه ولا أحد يراقبه إلا الله، ومع ذلك قام يصلي الفجر. كنت قد صليت الفجر فوق بيت من بيوت، سطح بيت من بيوتنا، وإذا ذاك الرجل على ذلك الجبل يصيح يا كعب بن مالك أبشر أبشر. قال فسمعت صوته فخررت ساجدا لله وعلمت أنها توبة الله علي. قال ثم جاءني هذا الذي على الفرس إلى بيتي وجعل يصيح يا كعب بن مالك، وأقبل إلي ذلك الرجل يجري الذي بشرني. قال فكان الذي بشرني هو الذي أخبرني قبل صاحبه. قال فلم يكن عندي شيء أهديه له، يعني بمناسبة بشارته لي ما كان عندي شيء أعطيه بشارة. وهذا موجود اليوم عند الناس، تجد أنك إذا بشرته قلت يا أخي أبشرك ترى مثلا ابنك شفي من مرضه، لفرحته بذلك يكافئك، يعطيك بشارة. فيقول فما كان عندي شيء. قال فخلعت ثوبين وأهديتهما له، أخلع رداءه وقال تفضل هدية، وخلع إزاره وبقي عليه السراويل وقال تفضل هدية. طيب هو الآن بيطلع للنبي صلى الله عليه وسلم يطلع بهذا الحال. قال واستعرت ثوبين ولبستهما ومضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو جالس بين أصحابه. قال فلما دخلت عليه التفت إلي وجهه مستنير وقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ يعني هو وحي قرآن نزل من عند الله يخصني، أم هي وحي من الله أخبرك أن تقول لي إنه قد تاب علي؟ يعني نزل فيني قرآن؟ قال بل من عند الله. قلت الله أكبر. قال ثم جلست بين يديه وتلا علي الآيات، ثم قلت يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أتصدق بكل مالي، الفلوس اللي عندي، المال اللي عندي، إن كان عندي مزرعة، إن كان عندي غنم، إن كان عندي أن أتصدق بكل مالي. فقال صلى الله عليه وسلم لا. قلت بنصفه؟ قال لا. قلت بثلثه، بربعه. ثم قلت يا رسول الله والله ما أنجاني إلا الصدق، لأن الله تعالى في الآيات ذم المنافقين، ذم الذين كذبوا. قلت يا رسول الله والله ما أنجاني إلا الصدق، وإن من توبتي ألا أتحدث إلا بصدق ما حييت. يا رسول الله لأن الله تعالى تاب علي، ولأن الذي أنجاني من الذنب والذم هو أني صدقت، يا رسول الله إن من توبة الله علي ألا أتحدث إلا بصدق ما حييت. يقول كعب فوالله ما تحدثت بعدها إلا بصدق بعد إذ عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة كعب مالك، خذت منا قرابة 35 دقيقة.